شلون الولد وياكم فيكسد اليوم يا ولد جاي يتحدث عن واحد من اغرب التيك توكرز او من اغرب الناس اللي ممكن تشوفهم. هو الولد صغير لكن مبين عليه عنده اللواقة وراثة او شو فليكن كيف. كل اللي راح احكي بهالمقطع راح احكي على محتوى او طريقة عرض المحتوى. كونه ولد صغير فاللي دا يسويه جدا غلط. فاليوم راح نحكي عن المحتوى اللي دا يقدمه وليس عنه هو كشخص. يعني حتى اطلع نفسي ما ادمر شخصيتي العشر سنين اللي قدام. فقبل البداية لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وخليكم ويا أول مقطع. جبس أبو جنة كلش نار وتاكله أبد ما تحتار. جبس أبو جنة. أنا شنو سمعت حرفيا شي يا أخي ما أدري إن هو مدري بيش مقتنع. فمثل ما شفتوا حرفيا لوكي أبو جنة هذا أغلب مقاطع هيج. يروح يجيب له مثلا منتج لأبو جنة ويقول لك هذا هيجي يقعد يسوي له أغنية من يمه مدري شنو يقعد يغني له إياها بطريقة عويصية مدري شنو هاي الطريقة اللي دا يغني بها هو. وها هي هذا يقول لك والمشكلة مقاطعة إنه هي تطش بس ما تطش بطريقة إيجابية لا. كانت تطش بطريقة سلبية جدا بحيث طبت على التعليقات. يا أما ناس عبالك تعليقات يوتيوب ما حد يمه يا أما تعليقات جاي يسبون بي ويسفلون بي. يا أخي أنت بعدك صغير عوف هاي سوالف عزيزي. ومو بس هذا شفته أصلا يصور وي وحدة ما أدري أصلا شنو يقولها أنت أفضل صانعة محتوى. خليكم ويا المقطع وتفهمون. أنت أحسن صانعة محتوى ونورت الموصل. كل الهلا الموصل منورة بأهلها وناسها. أنا ريان ابن الموصل. حتى ما أظلم الولد ممكن هو يحب هاي صانعة المحتوى لكن لو ابني بعمره وحب هيجي مثلا محتوى تقدمه هيجي مثلا ممثلة أو هيجي فليكن هي. أنا من يمي راح أخذ التليفون منه حتى تفهمون إيش دا أحكي. اللي قال عليها أفضل صانعة محتوى هذا محتواها. الشفة وين الشفة بوس المريض ويشفى. فتتخيل يا عزيزي شخص بهالعمر يتابع هيجي نماذج على التيك توك. يعني إيش تتوقع منه ممكن يكون طيار يعني على سبيل المثال. فهو هذا السوالف حاليا يعني سوالف إذا ما تراقب أخوك أو ابنك الصغير ترى هيجي يتابع وهيجي يسوي. فردفتهم هذا أهله وين عنه يعني أنت صغير وجاي تلوق وجاي تسوي. معقول أهله يقولوا له روح أغني لأبو جنة عمود يجيب لنا سيارة عمود يجيب حرفيا كرامتك تحت الأرض. يعني أنت من تكبر إيش راح تقول لنفسك يعني تخيل. أنا جاي أتخيل نفسي بمكانك أنا من راح أكبر أشوف مقاطعي حرفيا راح أضحك على روحي. يعني خلي ببالك انت مرة تكبر ما تيجي تفتخر ان انا اشتغلنا لابو جنة يعني شايف شلون. ويا ريت لو اغانيك بيها حظ يعني هي الواقع واغانيك يعني حتى ما تستمر اغانيك زبالة يعني هاي الحقيقة. يعني انا ما اجي اكذب عليك. ومو بس طبعا انا ما ابغى اكون بس جبس وما ادري ايش لا عزيزي شوف هذا. هاي النستلة مال أبو جنة ترى ماكو أطيب منها. هاي النستلة الأفضل بالتاريخ وبالعالم بيها جو. اخي ما ادري لكن والله تعبت وانا اتفشل بدال الوادم يا اخي والله شيء عجيب جدا. يعني هسه انت شنو تحس من انت هيجي تسوي يعني ما يعني اسمع المشكلة ابو جنة ما مقلوي يعني ابو جنة ولا يمه ولا جاي ممكن مرة داز له اعتقد. طلع لي انه داز له فويس من ايش داز له وهذا من يمه انطرب قام يسوي كل المنتجات يسوي الاعلانات. هل انت رخص لي هاي الدرجة؟ الله اعلم. وبس يا ولد هذا كان مقطعنا اليوم. اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. وشوفون واكتبوا لي بالتعليقات إذا تتفقون وياي بهالكلام إنه حرفيا هو جايهين نفسه وهو بعد طفل. وراقبوا إخوانكم اللي يسوون هي سوالف طبعا هم راح يهرجوكم راح يهرجون نفسه. من راح يكبر راح يتندم على هالشي مو إنه مثلا لا خليه على راحته. صدقني راح يتندم مستقبلا وراح يلومكم لأنكم ما وقفتوا على هذا الشي. وبس يا ولد كان ياكم فيكسد والله حيهم.